وده ثمنه 1000 جنيه. ده ثمنه 1000 جنيه حاليا. السلام عليكم، صلوا على الحبيب المصطفى. لايك حلو الفيديو ده ضروري جدا عشان مهم قوي، وشير عشان الناس كلها تستفيد. كلكم سالتوني ياسمين في الكومنتات انت بتحطي ايه لبشرتك، واللي بتقعد تقول لي ما تحطيش فاونديشن وشيلي الفاونديشن. انا والله عمري اشتريت فاونديشن ولا الكلام ده كله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس من الناس اللي بتحب جدا تهتم ببشرتها. ده السيرم بتاع الريتينول، ده سيرم الريتينول، وده ثمنه 1000 جنيه. ثمنه 1000 جنيه حاليا، او ممكن كمان يكون ازيد لان انا جايباه من شهور فاتت، فالله اعلم بسعره دلوقتي. عايزه اقول لك البديل بتاع الريتينول اللي هو بتاع روتين البشره، اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله بيخلي بشرتك في حته ثانيه. تعالي ازاي اقول لك لو انت مش معاكي ال 1000 جنيه تشتري ريتينول. ده كلام الدكتور مش كلامي. انا رحت قلت له ده بقى غالي والكلام ده كله، قال لي اشربيه، قال لي اشربي الريتينول. قلت له اشربه ازاي؟ راح كاتب لي المكونات بتاعته في الورقه، وانا من ساعتها وانا بعمله في البيت. خطير، اللهم بارك. تقومي من النوم تلاقي وشك كده بدر منور. يلا بينا، بس ما تنساي تعملي شير ولايك حلو للفيديو ده. اول حاجه هجيب الخلاط بتاعي كده، هحط فيه نص كوبايه ميه، وهجيب كمان برتقانه، هجيب جزرايه ناشفه مش مسلوقه، وهجيب جنزبيل فريش. ولو انت ما عندكيش جنزبيل فريش ممكن تحطي بودر، بس الصح ان هو يكون فريش. هحط هنا عصره ليمونه، هحط برتقانه كمان عشان انا عايزه ازود، وهحط بنجر اهو برده مش مسلوق، احط قطعه كده بالشكل ده. بعد كده هجيب عسل، ولازم يكون عسل طبيعي، يكون نوعه نضيف. ده عسل انا كنت جايباه من السعوديه لما كنت في العمره، فانت ممكن تحطي امتنان او اي نوع يكون نوع نظيف. انا بثق جدا في امتنان. هاخد الكلام ده كله. انا عندي الخلاط بتاعي بيطحن التلج، لو انت مش بيطحن التلج هتبشري الكلام ده كله. بصي ده شكله اهوت بعد ما اتطحن وانا صفيته. الكميه اللي احنا عملناها طلعت لي الكوبايه دي. بسم الله. طعمها مش اخر لذاذه عشان الجنزبيل طبعا وكده، بس عايزه اقول لك هتقومي كده تلاقي بشرتك دي بشره ازاز كده خطيره. تشربيه علشان تكلفه، تشربيه مرتين في الاسبوع، ولو الدنيا متيسره معاكي قوي ممكن تشربيه 4 مرات في الاسبوع. وهو دوت بديل الريتينول ابو 1000 جنيه. استمري عليه بس لمده اول شهر، وهلاقيكي بترني كده على الماسنجر عندي وتقولي لي شكرا يا شيف ياسمين ودعوه حلوه من القلب. شكرا يا حبايب. اعملي لايك وشير للفيديو دوت، واشوفك على خير. دمتم في امان الله.